امتى هنفضل في الوضعيه دي؟ ولحد امتى هيكون المنافس بتاعي في منهم يعني اغلبيه كبيره عقليتها في الضياع؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا منك وليس امرا ان تدعي لجدي بالرحمه والمغفره، وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا مش عارف لحد امتى. انا واحد من الناس مش عارف لحد امتى. لما حصل موقف حسين الشحات وكلنا نفتكر وكلنا لسه الموضوع احنا ماشيين فيه يعني، قعدوا الناس تقول لك الراجل يا شيبي عشان انت عايز باك يمين زي الشيبي يزق معاك الدنيا. ولا وايه وقليل ادب كمان، مع احترامي لكل الناس، يعني واحد يقل ادبه على الناس عادي. لا ده قصدي في الموضوع ده. الموضوع التاني دونجا ومصطفى شلبي وإساءة الراجل، بيساعدهم القدوة ليهم كابتن سيد عبد الواحد السيد. بيساعدهم القدوة ليهم. عارف يعني ايه القدوة ليهم؟ بيساعدهم على الإساءة والغلط. لا بل مش وبس كده، ده لما حتى راحوا الاسم وفي التحقيقات والكلام دوت، كابتن حسين لبيب كمان بيساعدهم. لك ان تتخيل ان رئيس النادي بدل ما يعتذر عن خطأ عمله لعيبته، يعني خطأ عملته لعيبته، لا هو طلع بيساعدهم ويقول لك انا لا مش هطلع غير لما اخد اللعيبه معايا عافيه. ويطلع ياخد اللعيبه عافيه، وبعد كده يطلع ببيان ويعتذر. وقبل كل ده بيطلع متحدث الرسمي باسم نادي الزمالك مؤامرات، في ضغوط نفسيه على الزمالك عشان ما ياخدش البطوله وعشان تتهيأ للاهلي. الصفحات بتطلع تسانده. مؤامرات دايما كونيه بتحصل، ومؤامرات مش عارفه ايه بتحصل عشان خاطر الاهلي ياخد بطوله السوبر، وضغوط نفسيه وضغوط ذهنيه ومش عارفه ايه، على اساس ان لعيبه الاهلي هم اللي راحوا ضربوا ولعيبه الزمالك هي اللي اتعاقبت. انت متخيل الكلام؟ على اساس ان لعيبه الاهلي هي اللي غلطت ولعيبه الزمالك هي اللي بتتعاقب. يعني مش لعيبه الزمالك هي اللي اخطأت في حق الراجل وبتاخد عقوبها في دوله عارفه يعني ايه قانون. لعيبه الزمالك لحد دلوقتي مع مدير الكره بتاعهم لحد دلوقتي في الاسم، او لحد دلوقتي في مكان التحقيقات، ولسه قاعدين اليوم 29 في الحجز في الامارات. ده غير الكفاله اللي هم او الغرامه اللي دفعوها. دي غرامه بسبب الاساءه، دي غرامه غير التحقيقات. يعني انت بتدفع غرامه وبيتحقق معاك، بتدفع غرامه 200,000 جنيه، 200,000 درهم لكل شخص، يعني دافعين 600,000 درهم للثلاثه. انت متخيل معايا؟ دافعين 600,000 درهم للثلاثه، ولسه لحد دلوقتي في التحقيقات عشان دوله بتتكلم بالقانون. لا ده مش وبس كده، ده كابتن عبد الواحد السيد طلع يقول لك ده انا كنت فاكره اهلاوي مصري بيتفاعل مع بيراميدز، يتضرب، يتسألوا. هو حيوان؟ وحتى الحيوانات ملكش الحقية، يعني ده بني ادم ملكش الحقية. حتى الحيوان ما ينفعش تسأله، يعني حتى الحيوان ما ينفعش تسأل ليه. طلع اهلاوي يعني ده كافر مثلا؟ يعني هو الاهلاوي ده كافر؟ ما انا عايز افهم، يعني انا عايز افهم العقليه. حتى لو هو اهلاوي، الاهلاوي ده كافر؟ ما هو بني ادم ومسلم زيك، يعني بني ادم زيه زيك. ده حتى الغير المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصانا ان احنا نتعامل معاهم كويس، غير المسلم. ما بالك بقى ان ده بني ادم وانت بتتعامل معاه اصل هو اهلاوي متفاعل مع بيراميدز، بيشجع بيراميدز. يا عم انت مالك تروح تسأل الراجل؟ تروح تمد ايدك عليه؟ لا. والمؤامرات كونيه، مؤامرات كونيه عشان احنا اولادات الادب. انت شايف مؤامرات كونيه عشان احنا اولادات الادب بنسيئوا للناس رايحين، وبعد كده بينزل كلبشات وبينزل يعني شكرا على كرم الضيافه. لا والله العظيم ده انت شكرا على انك رايح عند ناس ضيف ونزل، يعني ضيف قليل الادب، ضيف مش محترم، ضيف مش محترم.
وما كان حسين الشحات عمل الخطأ كلكم بقى طلعتوا راجل يا شيبي راجل يا شيبي، مع ان الراجل اعتذر بدل المرة 50,000 مرة على الشاشات. وغير الاعتذار تعاقب من اتحاد الكرة عقوبة ايوه مش مرضية، تمام، وتعاقب من الاهلي 25 ضعف عقوبة اتحاد الكرة، غير ان الشيبي رفع عليه قضية وراح للتحقيقات وتعاقب من التحقيقات. غير كل ده وراجل يا شيبي مش عاجبني، غير كل ده حسين الشحات اعتذر بعد المباراة وعلى الشاشات وفي برامج وفي اعلانات وفي كل ده. اعتذر من اول ما حصل الموضوع، من بعد حصوله مباشرة بعد المباراة لحد دلوقتي. وحسين الشحات بيقول انا لو دار بيا الزمن عمري ما هعمل الموقف ده تاني ابدا. في الاخر راجل يا شيبي عشان خاطر بس، راجل يا شيبي بس عشان خاطر يسيء وبيقل، واحنا عندنا الاحترام ده مش مبدأ. كان نفسي نقول النهارده دي ليله المباراه، لكن ليله مباراه وقمه، مش قمه حزينه، ده مش قمه ده قمه حزينه لينا ككره مصريه لما تكون دي هي القمه ما بين فريق اساء وعمال يسيء ويزيد في الاساءه، وفريق نفسه تكون البطوله بطوله مشرفه ونفسه يكسب البطوله. حزين للغايه. ودي ليله المباراه بالنسبه لنا ولا كلام فنيات ولا كلام كوره، كلام اساءه وحزن وخزي من اللي بيحصل حوالين مننا وفي دولة غير دولتنا. المفروض ان احنا نكون رايحين، الناس استضافتنا باستضافة مشرفة، المفروض ان احنا كمان نكون ضيف مشرف ونشرف الدولة اللي احنا جايين منها. سلام.